ايضا معي على الهاتف الاستاذ احمد يحيى منسق حركه اخوان بلا عنف. احمد مساء الخير. مساء الخير استاذه لميس، ومساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيك. اعتقد ان انتوا قدمتوا بلاغ للنائب العام النهارده او يمكن امبارح ضد قيادات الاخوان تتهمهم باستيراد وحيازه السلاح. هو البلاغ احنا قدمناه النهارده، لكن السلاح وصل امبارح الساعه 4 الفجر، فما كناش ينفع نقدم بلاغ غير بعد يعني جمع معلومات كافيه عن انواع الاسلحه وكده، والاشخاص اللي هي كنا شفناها تواجدت مع السلاح. فاتضح لنا ان هم يعني في سوريا تابعين لتنظيم الجيش الحر في سوريا، وهذا اغلبهم وسطاء تابعين للتنظيم الدولي وينتمون للجماعه الام جماعتنا بسوريا. طب ايه دليلك ان هو يعني انتوا قدمتوا البلاغ بناء على ايه؟ على اللي اكتشفتوه النهارده، ولا كان عندكم دلائل اخرى؟ واضح ان كان عندكم بيان بيتكلم ان انتوا رصدتوا عديد من الشحنات المدججه بالاسلحه. ايه مشاهداتكم؟ لا، هي مش شاحنات كبيره، هي شاحنات صغيره، عربيات صغيره اللي هي ربع نقل ديت. كان فيها بعض من الاسلحه متعدده الطراز روسيه الصنع، يعني فيها صواريخ صغيره مضاده للطيارات، وكان فيها بعض متفجرات شديده الانفعال وبنادق قنص ليزر. ايضا كان فيها بعض الاسلحه اللي هي الاسلحه الكيميائيه زي غاز الخردل والسرين والصابون والحاجات اللي هي الغازات الخانقه اللي بتؤدي لتهيج والتهاب في القصبه والرئه وضيق نفس وغيبوبه، يعني الحاجات اللي بتؤدي لاختناق والموت يعني.